محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه السائرين على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي إلى الأمة المغربية حديث ذو شجون. جئت لأتحدث عن إخواننا صوموا سوء العذاب وعذبوا في السجون ظلما وعدوانا بدون حجة ولا برهان، سوى أنهم قالوا ربنا الله، سوى أنهم سمعوا بالحق، سوى أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن هذه الأحداث التي تتلاحق بأمتنا الإسلامية وهذه المقاتل التي تنهك جسدها دعت ثلة من الأخيار الصادقين ليرفعوا عنها الذل وليرفعوا عنها الهوان، فقاموا وأعلنوها راية الإسلام ونادوا بتطبيق الشريعة لتخرج الأمة الإسلامية من مستنقع الذل والهوان وتستعيد مجدها. فما كان جزاؤهم بعد أن قامت أمريكا حاملة الصليب عليها من الله ما تستحق هي والغرب، فقاموا وقالوا إنه الإرهاب، إنه التفجير، إنه التكفير، وحاشاه ذلك، بل إنه الإسلام الصادق. أقسم بالذي بعث محمدا بالحق، أقسم بالذي بعث محمدا بالحق، إنه قسم لا أحسن بعده. إن هؤلاء الشباب ليسوا بإرهابيين وليسوا بتكفيريين، وإنما هم من الطينة الخيرة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من قتلهم أو من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. في الدار البيضاء، أقسم بالله العلي العظيم ورب الكعبة وربي شاهد على ذلك، أن ما حدث في الدار البيضاء هو من صنع المخابرات المغربية لمساعدة بني صهيون لضرب صرح الإسلام. ويستردون له عزته، لا أن يعاملوا بهذه الطريقة الهمجية التي لا يعامل بها حتى الكلاب، فضلا عنه. ويشهد الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنه ما لذ لي أن أجلس في فراشي وأترك أخواني يشد العذاب. سمع بأي حق يؤخذ شيخنا ومحدث عصرنا عمر بن مسعود الحدوشي فك الله أسره، هذا العالم الذي حقه أن يبشر وأن يكرم وأن يودع له المنصب ليبلغ دعوة الله. جاء الكلاب من بني صهيون وجاء الجلادون عليهم من الله ما يستحقون، فزدوا به في السجن لأنهم علموا أن في هذا الرجل أمة، وأنه سيدافع عن دين الله، وأنه ربى شبابا على التوحيد والإسلام. ولي رسالة إلى إخواننا في المعتقلات، أقول لكم إن إخوانكم بالخارج صامدون معكم حتى آخر قطرة من دمنا، ونعاهد الله على ذلك. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يفك أسر إخواننا في السجون. اللهم
فك أسر إخواننا في السجون. اللهم فك أسر إخواننا في السجون.